ملخص كتاب أسبوع العمل ل4 ساعات. خلينا أبدأ بسؤال بسيط. لو صحيت بكرة الصبح ولقيت إن مرتبك قل بس وقتك زاد للضعف، هتزعل ولا هتحس لأول مرة إنك عايش؟ الحقيقة اللي محدش بيحب يقولها إن أغلب الناس مش فقراء، أغلب الناس مسروق منها الوقت. وكتاب أسبوع العمل ل4 ساعات مش كتاب عن الشغل ولا كتاب عن الفلوس، ده كتاب عن الحرية. قصة الكاتب تيم فارس كان واحد من الناس اللي نجحوا، شركة، فلوس وشغل، بس كان بيشتغل 14 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، وبيسأل نفسه كل يوم: وأنا هكمل كده لحد إمتى؟ المشكلة مش إنه كان فاشل، المشكلة إنه كان ناجح في حياة مش عايزها. وهنا تبدأ الفكرة الخطيرة، الفكرة الصادمة عن الكتاب. أنت مش عايز $1,000,000، أنت عايز الإحساس اللي $1,000,000 بيوعدك بيه: راحة وأمان، حرية واختيار. طب سؤال مهم، ليه نستنى 30 سنة علشان نعيش؟ مفهوم الأغنياء الجدد. الكتاب بيقسم الناس لنوعين: المؤجلين والأغنياء الجدد. المؤجلين بيشتغل، يستحمل ويصبر ويقول أشتغل دلوقتي علشان أرتاح بعدين. والأغنياء الجدد عايزين يعيشوا دلوقتي، يستخدموا الذكاء بدل التعب. الوقت عندهم أغلى من الفلوس. الفرق: واحد بيبيع عمره والتاني بيصمم حياته. قاعدة ديل. قلب الكتاب. أول حاجة، التعريف. أنت محتاج تسأل نفسك سؤال صريح: أنت عايز إيه فعلا؟ مش شغل أحسن، مرتب أعلى، لكن عايز أعيش إزاي؟ يومي شكله إيه؟ فين؟ ومع مين؟ الوضوح ده بيغير كل القرارات اللي بعدها. ثانيا، الإقصاء. هنا بقى الضربة القاضية: 80% من شغلك مش بيضيف أي قيمة حقيقية، إيميلات واجتماعات ومتابعات، شغل شكله مهم بس مش مهم. الكتاب بيقول الانشغال مرض مش دليل نجاح. كل حاجة بتسرق وقتك من غير مال حقيقي لازم تمشي. وهم إدارة الوقت. مفيش حاجة اسمها إدارة وقت، في حاجة اسمها إدارة تركيز. مش مهم تشتغل 10 ساعات، المهم ساعة واحدة صح على الحاجة الصح. تالت حاجة، الأوتوميشن، الأتمتة. سؤال مهم: ليه تكون أنت محور الشغل كله؟ ليه لو غبت الدنيا تقف؟ الأغنياء الجدد بيفوضوا، بيستخدموا ناس، بيخلوا السيستم يشتغل. مش عيب إنك تطلب مساعدة، العيب إنك تفضل عبد لنفسك. الجيو أربيتراج، فرق العملات. تيم فارس بيقول لو غيرت المكان، الفلوس نفسها بتزيد قيمتها. تعيش في بلد أرخص، تشتغل أونلاين، نفس الدخل بس حياة أوسع. رابعا، التحرر. هنا الجزء اللي بيوجع ويحرر. ليه نستنى التقاعد؟ ليه نأجل الحياة؟ الكتاب بيقترح تقاعد صغير كل فترة بدل انتظار تقاعد واحد كبير ومش مضمون. فكرة الخوف. بدل ما تسأل ايه اللي ممكن ينجح، اسأل ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل. غالبا مش نهاية العالم وممكن ترجع تاني، بس التجربة هتفضل معاك. أغلب خوفنا مش من الفشل لكن من التغيير. الكتاب مش بيقول اشتغل أقل وبس، الكتاب بيقول ما تضيعش عمرك في شغل مش بيديك حياة. الحياة مش بروفة، الحياة هي العرض. خلينا أسيبك بسؤال واحد: لو فضلت مكمل في نفس الطريق 5 سنين كمان، 10 سنين كمان، هتبقى فخور بنفسك ولا هتقول يا ريتني فكرت بدري؟ كتاب أسبوع العمل ل4 ساعات مش هيغير حياتك، لكن ممكن يغير زاوية رؤيتك، وساعات تغيير الزاوية هو كل اللي انت محتاجه. ولو عجبك الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناة، دعمكم لينا هو اللي بيساعدنا اننا نكمل.